وتعالى تاني زي الخرفان الضاني تاكل على وش امك من عم احمد جولاني. تعالى تاني. الجولاني طلع قال في كلمة رسمية وقت ما حدش فيه كان صاحي غير ابو حنان الساعة 4 الفجر. ما هي الاوامر جت كده، وعشان يبقى ضامن ما حدش من المصريين صاحيين علشان ما يطلعش مسرح. طب ما احنا كده هنصحى وهنشوف، وعشان يكون شعبه بياكل رز وتومية مع الملايكة. أحيه يا ابو سوسو، أحيه يا جولاني. ده انت لو عندك نمرة في شارع الهرم مش هتطلع في التوقيت ده علشان تطلع ترقصها. بس هم كده الحرامية متعودين في نصاص الليالي يتسحبوا والناس نايمة ويفاجئونا بأي مصيبة بتحصل. قال ايه بقى الساعة 4؟ قال جملة في منتهى التقل، جملة عبارة عن مصيبة كبيرة تحس انها جملة موسيقية بلحن إرهابي بارزي تو يو. قال لك ايه بقى في الجمله بتاعته اللحنيه الجميله؟ لسنا ممن يخشى الحر يا ذكري، ونحن الذين قضينا اعمارنا في مواجهه التحديات والدفاع عن شعبنا في الجبال. يعني الراجل ده اللي كان بيطلع زمان في الفيديوهات بجزمه مقطعه وكلاشينكوف على كتفه والسديري والدقن نازله لحد سرته. يا راجل يا ابو سره، انت هتجيبه من بره؟ ما هو البرتقالي هو اللي بيشغلك، طبيعي تكون بسره. بعد العفانه والنتانه اللي كان بيعملها في الجبال دلوقتي بيقف ببدل وشياكه وكرافتات وبيقول لك انه قضى عمره كله في الدفاع عن الشعب. هو نفس الجولاني. تعالى تاني. هو بس جابوا له واحده ميك اب ارتست مربيه دقنها روقت عليه بقى، عملت له بقى فتله وشالت له الشعر اللي جوه مناخيره اللي عمال ينف بيها علينا، وشالت له بقى الطحالب اللي كانت تحت بطاطا. دخل بقى جوه ميك اب روم بس بتاعت السياسه العالميه. يعني باختصار الارهاب بقى نضال، والعنف بقى سياسه، والخطف بقى مفاوضات، واللي كانوا بيقطعوا رسائل مخفيه في الشوارع دلوقتي بيكتبوا بيانات رسميه. طب ما تقول من الاول انك كنت بتجهز نفسك علشان تبقى رئيس دوله، مش كنت ريحتنا يا راجل بدل ما نفضل سنين نلعب السغمايه بينك وبين التحالف الدولي. خلاويص يا ابني ليه يا جولاني؟ ثبت. المشكله مش في الجولاني متثبت وشايفينه وعارفينه من زمان اهو قبل ما يقول امه. المشكله في الناس اللي صدقت فعلا ان ده اسمه تطور في الفكر مش تغيير في التكليف. يعني الارهاب لو لبس بدله بقى مقبول، واللي كان بيخطف دلوقتي بيتفاوض، واللي كان بيكفر الناس دلوقتي بيحكمهم. بس خلاص يا جماعه اطمنوا الدنيا خلاص اتغيرت واتطورت. يا ترى امتى بقى هنشوف المسيح الدجال بيحكم سوريا ويطلع لنا بقى على انه صانع السلام؟ يا سلام. الغريبه والمفاجاه ان الخطاب فيه رساله غير مباشره بانه استغل اللي حصل في السويداء لمصلحته، وخلى المعارضات اللي هناك والقيادات اللي كانت ضده يتصفوا بهدوء. يعني بدل ما يواجه الكيان واجه شعبه كالعاده. اجنده يا باشا. وطبعا قعد يبرر الخضوع كالعاده بكلمه خوف على مستقبل سوريا. يا روح امك. طب ما تقول انك مرعوب وبتنفذ تعليمات، اهو على الاقل اسهل واوضح. ولا انت لسه بتبيع لنا وهم انك صاحب القرار؟ يا جوجو. لا وفي الاخر اعترف انه انسحب من السويداء وساب الامن لعشائر الدروز. يا راجل يا درز، طب ما كنت عملت كده من الاول؟ ولا هو كان لازم تشيل المعارضين الاول وتصفي الاجواء؟ يا خروف فايبريشن ما بيقولش ماء. في النهايه اللي فهمته من الخطاب اللي عمله ده ان في خلافات ضخمه بين اللي بيديروا سوريا، ومش على حاجه بسيطه، لا ده على شكل الدوله ومستقبلها كله، ده لو في مستقبل. والمضحك بقى ان الشعب السوري نفسه مالوش راي في ولا نقطه من اللي احنا قلناه. والخلاصه خطاب ضعيف مهزوز بيوضح ان الشرع مش في ايده اي حاجه، لا في ايدها ولا في طيبه قلبها، وان القرار اللي بيجيله مش من عنده ولا حتى عارف بكره فيه ايه. الاغرب بقى ان هم عايزين يزجوا بمصر في اي مصيبه، حتى في حوار سوريا اللي ملناش علاقه بيه، وتركيا هي اللي ماسكه الدنيا معاهم. لا ازاي دخلوا مصر في اي حوار؟ ما هو انتوا الصرم بتاعكم اسمه مصر، ما هو اللي مالوش جيش لازم يتضرب على طيبه قلبه. والحمد لله على نعمة جيش مصر وقيادة مصر وشعب مصر الواعي، واللي مبسوط بوقوع جيش ومبسوط بقيادة الشرع. وسوريا اتحررت، هنيئا لكم التحرير. مبروك اتحرروا كمان. لسه هتتكيفوا. ما هو اللي مالوش جيش ودولة قوية زي مصر هيتكيف. خدوا بقى شوية التحرير ده وشيروها له.